لعبة التظاهر بالمهن أحد التكنيكات القوية جدا اللي بستخدمها في علاج التتابع والتلعثم، وخاصة للأطفال من سن 6 سنوات إلى 12 سنة، وبيجيب نتائج قوية جدا جدا. هي أحد الألعاب التخيلية اللي أنت بتستخدمها كأخصائي أو كولي أمر، وبتجيب نتائج قوية. الهدف منها ان تخلي الطفل عنده مهارات اتصال، وبتزود ثقته بنفسه، وبيخليه كمان عنده طلاقة في الكلام. طيب ايه هي لعبة التظاهر بالمهن؟ هتبدأ تقول لابنك او للطفل انت شايف نفسك ايه بكرة، نفسك تبقى ايه. هيقول لك نفسي ابقى مدرس، ابقى دكتور، ابقى طيار، ابقى طبيب. كويس جدا. تعال بقى نتخيل ان هو قال انا عايز ابقى دكتور، ابقى طبيب. هتجيب بعض الادوات اللي انت بتستخدمها ببيتك، زي الترمومتر بتحط في البق درجة الحرارة. هتلاقي لو في شازلونج او حتى في كنبة عندك، هتجيب ورقة وقلم عشان يكتب روشتة. لو في اي جهاز لقياس الضغط، اي حاجة الدكتور بيستخدمها، وتقول له تعال نبدأ نشتغل في اللعبة الجميلة دي مع بعض. هتجيب كمامة وتلبسها وكأنك حد عنده برد وداخل بتكح، فهيبدأ يقول لك سلامتك، ألف سلامة عليك، بتشتكي من إيه؟ طيب حصل عنده تأتأة، قول له خد نفس، وأنت كدكتور استقبلني بطريقة فيها لطف أيا كانت الطريقة. فتبدأ تقول له أنا عندي برد، بعاني من كذا، فقول له انصحني ببعض الأدوية، أو انصحني ببعض الطرق اللي هي تخليني أتعافى من المشكلة اللي عندي. فيبدأ يقول لك اشرب مية كتير، كل اكل غذائي او صحي، ياخد نفس ويقول الكلام لو توقف عند الكلام. بعد كده قول له اكتب لي اي روشته، اي كلام انت شايفه هيبقى مناسب، وقول لي انت كتبت ايه. كل ما تحس ان هو التأتأة عنده بدأت تزيد، قول له استرخي، خد نفس، وابدأ مثل التمثيلية الجميلة والتظاهر بمهنة الطبيب مرة واثنين وثلاثة. الطفل هيحس ثقته زادت بنفسه. اديله بقى كلام ايجابي، وقول له قد ايه انت كنت مميز جدا في دور الطبيب، النهارده طبيب، بكره مدرس، بعده طيار. مهن كتيرة جدا هتجيب نتائج معاه قوية جدا جدا. كمان لو صورت فيديو وريته هو قد ايه عايش دور الطبيب، وجبت له بالطو كده طبيب او مدرس واقف بالقلم وبيشرح على السبوره، هيفرق كتير جدا جدا جدا. الالعاب التخيليه حاجه في منتهى الاهميه، ولعبه التظاهر بالمهن بتجيب نتائج قويه جدا لعلاج اضطراب التتأة والتلعثم.